بيشوفهم وهو بيقنص الناس. في حوالي بالظبط 20 او 25 واحد هو قال عليهم. الو معك استاذ ايمن تفضل. 20 او 25 واحد قال لي نزلوا وقعوا على الارض بعينه. يعني اخويا وحبيبي هناك كان معايا في السعوديه ونزل مصر نهائي علشان قال ان خلاص البلد بدا الحال يستقر فيها. 53 حاله وفاه لغايه دلوقتي، منهم 5 اطفال. الكلام ده اكيد وعلى مسؤوليتي. 53 حاله وفاه شهداء، نحسبهم عند الله شهداء ان شاء رب العالمين. منهم 5 اطفال، وفي نساء محاصرين في المسجد اللي موجود هناك. نداء من قناه الجزيره، القناه المحترمه اللي احنا عارفينها انها قناه محايده وبتقدر حق. سيبك دلوقتي من موضوع اخوان، احنا اتخانقنا من موضوع الاخوان. ايه الاخوان دولت ايه يعني؟ يهود؟ مش مصريين دولت يعني ولا ايه؟ سيبك بقى من اخوان، ده جبهه انقاذ. في دم مصري بيراق دلوقتي على ارض مصر. لازم نوقف الدم ده باي طريقه. ازاي؟ بيقول لي واحد حرس جمهوري من اللي بيلبسوا طاقيه حمراء موجودين في العمارات اللي حوالين الحرس الجمهوري وبينش ناس بالراس. بيقول لي بينشوا في الراس. ده مقتل، ده قتل عام. يعني هو فاضل ايه اكتر من كده؟ هذا شاهد عيان يعني ينقل لك الصورة؟ نعم؟ هذا شاهد عيان؟ انا لسه بكلمه من شويه، لسه بكلمه من 10 دقايق بالظبط. والله اقسم بالله العظيم هو بيكلمني وانا سامع طلقات النار وبيجري. طيب سيد أيمن عذرا ابقى معي. وصلنا خبر عاجل للتو. وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن جماعة الإخوان المسلمين تقول 35 قتيل خلال فض اعتصام الحرس الجمهوري أمس واليوم. أعود إليك سيد أيمن تفضل. لا هو الصح، الرقم الصح 53. يعني هذا بحسب الوكالة والنقلا عن الجماعة. لا هو اظهر يعني الظهر 100 او على جبهه انقاذ. لا ده مؤامره على مصر. يعني ايه الجيوش اللي كانت بتهدد اسرائيل؟ الجيش العراقي، نعم، الجيش السوري والجيش المصري. هي دي اقوى 3 جيوش في المنطقه. الجيش العراقي دمر وولاءه الان لامريكا وسياستها. الجيش السوري خلاص انتحل هو والدوله. باقي الجيش المصري. فهم عايزين يدمروا البلد. اخت اللي اتكلمت من شويه والاخ اللي قبله، يعني رئيس يوم واحد غير. تحدث عن هذا الامر وعاصم بره هذه المجموعه، فمش هقدر نحاسب فصيل كامل على شخص واحد هو عاصم عبد الماجد. فالجماعه الاسلاميه خارج هذا السياق. وحضراتكم اكيد الفتره اللي فاتت شفتوا الكام يوم اللي فاتوا الجماعه مش موجوده في رابعه العدويه، مش موجود ليها تصريحات ومنضبطه جدا في تصريحاتها. بدأت العملية تظهر. على فكرة أنا من يومين جاري نحسبها عند الشهداء الشبع إزاي يتقتل. يعني لا أنا شايف إن الموضوع ماشي في طريق. هو عبد نفسه، هو بطل مصر. تحيات شعب البحيرة إلى كل أهالي مصر عبر قناة المحور، وتحياتك يا أستاذ حنان. واشكرك شكرا جزيلا استاذ حمدي. معي يفضل حتى الان. على ذكر هذا الاتصال وعلى ذكر هذه التصريحات، حضرتك برضو اكيد كنت تابعت موضوع ترشيح الدكتور البرادعي لانه لمنصب رئاسه الوزراء، واعتراض حزب النور بشكل كبير جدا على الدكتور البرادعي. من الواضح ان عموما الدكتور البرادعي شوقي اول ما شافه نستسلم ونبقى ضحايا. الناس دي هتجري ورايا ليه؟ صدقني اول مرة بحكي معه. صدقني كنت فاكرني مش هعرف. دي قناتي يا ابني. 10.
بدايه لو اثنين اخوات اتخانقوا الاب بيعمل ايه؟ يعني الاب بيقعد اثنين عشان يحل المشكله اللي بينهم ويوصلوا الاثنين لحل مرضي، مش بينحاز يجيب الثاني يخبط دماغه في الحل. وهو ده اللي عمله فيه، ان هو انحاز لفئه وساب الفئه الثانيه اللي هي الفئه اللي المفروض انها شرعيه وواخده سيستم واللي هي بتبني. يعني انا طبيعي ان انا ببني في البلد، في هذه البلد. لو السيسي عايز يبني في هذه البلد، انا اخترت رئيس جمهوريه وعندي مجلس شورى. يا اخي في اعتراض كلهم يعملوا الشعب، انت اللي على مجلس الشعب وسرع اجراءات عمل انتخابات للشعب وخلي البلد ما فيها ابن بلد مش ابن بلد. يعني انا ما ينفعش اروح شهاده رئيس الجمهوريه وهد